اسم كذلك يتم القانون يرتكب هذه الجلسة الرسمية وأحيل الكلمة للسيد وكيل. التمس منكم السيد الرئيس تعيين قاضي من هيئة المحكمة المحترمة كما أعين حضور السيد يوسف الحديقة نائب السيدة وكيلة الملك لدى هذه المحكمة بمرافقة السيدة ملكة الصوفي بهذه القاعة التي قرر جلالة الملك نصره الله وكيلا تعيينها وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية في كانوس. والتمس منكم سيد الرئيس أن تصدروا أمركم للسيد كاتب الضبط بتلاوة سنة تعيينها وكيلة للملك لدى هذه المحكمة وأمره بتضمين كل ما لجأ بهذه الجلسة الرسمية للرجوع إليه عند الحاجة. وأنا أيضا القاضية السيدة فاطمة بوكري بمصاحبة السيدة ملكة الصوفي لهذه القاعة التي يعينها جلالة الملك وكيلة للملك لدى هذه المحكمة. مأمور السيد كاتب الضبط بتلاوة سنة تعيين السيدة وكيلة الجديدة. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2685 بتاريخ 16 فبراير 2025 من رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيدة ملكة الصوفي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سكان تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بها تحت إشراف السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الائتمان في أكادير تحت إشراف السيد وكيل العام لمحكمة النقد وكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة. الموضوع تعيينه للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية في بنتانوت. سلام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. وبعد ورعية مقتضى المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برغم دورة سبتمبر 2024 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من المملكة وموافقة جناب الشريف أسماء الله وحفظ أمره. الله أكبر عمر سيدي، الله أكبر عمر سيدي، سيدي. ألهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية في بنتانوت، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب. كما أطلب منكم العمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي عينتم بها، وأن تظهروا على تقريب العدالة إلى المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تهاني الحارة على هذه الالتفاتة المولوية الشريفة، راجيا لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة. والسلام. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد النبوي. باسم كذلك الملك طبقا للقانون بناء على دستور المملكة وخصوصا الفصل 67 مادة 69 في
الملك رغم تنمية صار إلى صناعة ما تكفيه بداية 19 ديسمبر 2010 الخاص بالجلسة الرسمية والهادية وإلى إعداد تسيير رئيس مجلس الصحفية عدد 2695 الموضع في 11 فبراير 2029 الذي بمقتضاه صدر قول الله لجناب الشريف اسمه الله وحسنه. واي بك سيدي، واي بك سيدي، سيدي. لتأييد سيدة وكيلة الملك ملك الصديق لهذه الجلسة والذي هي الجلسة الأولى. إننا نلتمس السيد وكيل الملك نصرح بنفسنا بملك الأسقطي المنصبة في منصبها اليوم 26 شعبان 1947 هجرية الموافق ل 25 فبراير 2029 على الساعة 11:30 بقاعة الجلسات صباحا بقاعة الجلسات العمومية رقم 1 بمحكمة الابتدائية للميدان ونطلب منها أن تلتحق بالهيئة القضائية وأن تأخذ مقعدها من بينها ونرحب بها ونتمنى لها كل التوفيق والتأيد والنجاح في مهامها الجديدة. وفي كلمة للسيدة وكيلة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام بالعدل الأرض والسماوات سبحانه والقائم على كل نفس بما كسبت وهو العالم بما أثمرت وما أعلنت، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوا ووفد مرافق له، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد رئيس المجلس الإقليمي بشيشاوا، السيد رئيس المنطقة الأمنية بشيشاوا، السيد قائد سرية الدار الملكي بشيشاوا، السيد رئيس المجلس الجماعي ببنتان، السيد قائد الإقليمي للقوات المساعدة، السادة المسؤولون الإداريون وموظفي هيئة الضبط وكتاب النيابة العامة والمديرية الرعية، السادة مساعدي القضاء مفوضين قضائيين وخبراء وعقول موثقين وتراجم، السادة ممثلي وسائل الإعلام وفاعليات المجتمع المدني، السادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته وبما يليق بشرف من تقدير واحترام. حضرات السيدات والسادة، بداية أشكركم جزيل الشكر على حضوركم هذه الجلسة الرسمية لتنصيب الوكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بمنتان، وإنه لشرف عظيم أن أحظى بهذه الثقة المولوية الشريفة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعيين وكيلة للملك لدى هذه المحكمة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنه على قدر اعتزازي بهذا التشريف المولوي السامي بقدر ما أستشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي، أداعية الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويعينني حتى أكون في مستوى هذه الثقة الغالية، متسلحة في ذلك بدعم رئيسي السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش المشهود له بالكفاءة المهنية العالية والتجربة القضائية الغزيرة والإخلاص والجدية في العمل. حضرات السيدات والسادة، وإنني إذ أتشرف بتحمل مسؤولية رئاسة هذه النيابة العامة لن أتوانى بحول الله وقوته بالقيام بالمهام المسندة لي بكل وفاء وإخلاص وصدق وأمانة وبإحقاق الحقوق ورفع المظالم والعمل على نشر الطمأنينة وإرساء دعائم الأمن القضائي، وذلك بالسهر على حماية أمن وحقوق وسلامة المواطنين بما يقتضيه القانون. كما سأعمل على مواصلة ترسيخ مفهوم القضاء في خدمة المواطن والتطبيق العادل للقانون والإسهام بعزم وفعالية في مكافحة جميع أنواع الفساد، والعمل على الانفتاح والمبادرة في إيجاد الحلول بكل مسؤولية من خلال
بإتمام الدور المحوري للمسؤول القضائي، والذي يعتبر رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والعين الساهرة على مبادئ العدالة والإنصاف، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس النيابة العامة في تنزيل السياسة الجنائية والحرص على تحقيق النجاعة القضائية من خلال الرفع من مستوى أداء هذه النيابة العامة وتتبع مسار الأبحاث والإشراف على عمل الضابطة القضائية ومواكبة التكوين المستمر والتحديث الرقمي بهذه المحكمة. كما سنعمل على معالجة شكايات المواطنين بالسرعة المطلوبة التي لا تضيع معها الحقوق، وإيمانا منا بأن عدم إعطاء الحقوق لأصحابها في وقتها هو ظلم في حد ذاته. ولا ننسى كذلك دور النيابة العامة في حماية الفئات الخاصة والهشة من المجتمع من نساء وأطفال ضحايا العنف، وكذا حماية الموظفين من الاعتداءات التي يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم أو أثناء تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية، وتحقيق الأمن العقاري عن طريق التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات الغير ضمانا لاستقرار الملكية العقارية. وللوصول إلى هذا المنتهى لا بد من تضافر الجهود لكل المتدخلين داخل جهاز العدالة، وخاصة السيد رئيس المحكمة الذي أكن له كامل التقدير والاحترام، وأعول على مساعدته ومساندته بحكم كفاءته وحنكته وتجربته الطويلة، وكذلك السادة القضاة ونواب وكيلة الملك والسادة المحامون والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة الذين يعتبرون القطاع الأساسي الذي يراهن عليه في تصريف الأشغال. كما لا ننسى السادة العذور والموثقين وكذا التنسيق مع مختلف السلط وكل من له علاقة من قريب أو بعيد، وذلك لأن انفتاح العدالة هو عمل متكامل ومشروع مجتمعي يحتم علينا جميعا الانخراط فيه بكل مواطنة وضمير مسؤول، دينا على ما جاء في الخطاب الملكي الثاني بمناسبة الذكرى 14 اعتلاء جلالة الملك 10 أسلاف من الميامين ليوم 30 يوليو من سنة 2013، حيث قال حفظه الله: ما تأتينا منذ تولينا أمانة قيادتك نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ الاستقلال في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار. وفي هذا الصدد نسجل بامتياز التوصل إلى ميثاق إصلاح المنظومة القضائية حيث توفرت له كل الظروف الملائمة، ومن ثم فإنه يجب أن نتجند جميعا من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى محطته النهائية. ومهما تكون أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول الفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته. انتهى النطق المولوي الثاني. ولا يخامرني أدنى شك في أنني سأجد السند والدعم من جميع هذه المكونات حتى نصل إلى الهدف المشهود، ألا وهو تحقيق الحكامة الرشيدة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين. وقبل الختام لا بد من التنويه والإشادة بما قامت به سلف الأستاذة حكيمة بكتي على رأس هذه النيابة العامة من حسن العطاء ووافر الجهد، تاركة بصمات هامة، وأتمنى لها كامل التوفيق في مهامها الجديدة كوكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية ببلغراد، ولها منا جزيل الشكر والثناء. واسمحوا لي حضرات السيدات والسادة في ختام هذه الكلمة أن أعبر لكم من جديد عن شكري وتقديري لحضوركم معنا في فعالية هذه الجلسة الرسمية، وأسأل الله العلي القدير أن يعينني على أداء مهامي بصدق وإخلاص، ويلهمني السداد والرشاد، وأن يجعلني على التوجه السليم والنهج القويم، ويوفقني لما يعود على وطننا بالخير العميم، ويعينني على أداء رسالة العدالة تحت الرعاية الثانية لأمير المؤمنين القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، داعية الله تعالى أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك له في عمره ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بسلمه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وفي الأخير لا
أجد أبلغ من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله مولانا العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي أستاذ، تحياتي لحظتك. زحمة القائد، تحياتي. حسين، تحياتي. سير. أيوة. لا يعطيك الصحة. هذه سي أيوب، تحياتي بخير هانية. مرحبا من متابعين الكرام، مباشر من المحكمة الابتدائية بإمينتانوت، رسم تنصيب الوكيلة السيدة الوكيلة وكيلة جلالة الملك الجديدة الأستاذة ملكة أسفوطي. الوكيلة السابقة